الاهتمام ممكن يتحول لبعض الناس لادمان، زي بطلة قصة مقطع النهارده، التيك توكر اللي دمرت حياتها علشان بس تاخد اهتمام اهلها، واللي بسبب كده عملت حاجات وحشة وتعرفت على ناس اوحش. وبعد كل ده هتحصل لحظات ومواقف هتصدمك، وخصوصا بالنهاية. فيا ترى مين التيك توكر دي وايه اللي حصل لها ومين اللي عمل فيها كل ده وليه؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لاخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكس درجتكم بفيديو جديد. بما ان بقالنا فتره كبيره جدا ما اتكلمناش عن قصص الجرائم، فمقطع النهارده يا جماعه هيكون مختلف بطريقه كبيره. ليه؟ لاننا هنتكلم فيه عن جريمه مشهوره وغريبه جدا، وهيكون معرفه سببها متوقف عليكم وعلى تركيزكم، واللي البنت اللي هي بطلتها اصلا مشهوره بشكل كبير. لكن قبل ما ابدا حابب ان انا اقول لكم على حاجه مخلاني مبسوط الفتره الاخيره دي بشكل كبير جدا، والله العظيم يعلم في ربنا. وهي لما بفتح بس كومنتاتكم واهتمامكم بالفيديوهات وبيا، وعارفين ومقدرين انا بتعب قد ايه في الفيديوهات دي. فالمهم غمنا المقدمه دراما، كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا في قصه مقطع النهارده. تيك توكر حياتها اتدمرت بسبب ابوها وامها. قصتنا بتبدا من روسيا، في المدينه اللي اتكلمنا عنها في اكتر من مقطع قبل كده، واللي المفروض انتوا عارفينها، واللي هي مدينه سانت بطرسبرغ، مع صاحبه ال 26 سنه انستازيا جريشمان، بنت وحيده من صغرها وما كانش عندها اي صحاب. واللي هيكبر المشكله دي كمان اكتر في حياتها، وهي ان ابوها وامها انفصلوا عن بعض وهي في سن صغير جدا بسبب مشاكل كانت بتحصل ما بينهم هما الاثنين. وانستازيا دي ما تربتش معاهم. ليه؟ لان الاب كان انسان مش كويس، دايما بيكون سكران وبيشرب حاجات كتيره مش كويسه واكيد انتوا عارفينها. والام حالتها الماديه كانت صعبه جدا، ونقدر نقول عنها انها فقيره. فعلشان كده انستازيا اتربت مع جدتها، واللي هي دي هتكمل معاها باقي حياتها وهتاخد بالها منها. انستازيا حرفيا كانت تخرج من المدرسه ترجع للبيت على طول، ما كانش في حد بيلعب معاها، فكانت بتقعد وقت كبير جدا لوحدها. لكن مع مرور الايام ابتدت تكتشف ان عندها موهبه فريده جدا ومميزه، وهي موهبه الرسم. انستازيا كانت بترسم بطريقه حلوه جدا، واول ما وصلت سن 15 سنه رسمت لنفسها اول تاتو، برغم انها كانت عارفه ان رسم التاتو ده حاجه مش كويسه، لكنها رسمته. طيب ليه يا دراكسلر هي رسمت تاتو في السن الصغير ده برغم انها عارفه ان رسم التاتو حاجه مش حلوه ولا لطيفه اصلا؟ الموضوع بكل بساطه يا جماعه انها رسمت التاتو ده بس علشان حاجه واحده، وهي ابوها وامها. كانت فاكره انها لما هتيجي ترسم تاتو على وشها او جسمها وكده، ده هيؤدي الى ان ابوها وامها يرجعوا يتكلموا معاها تاني ويحاولوا ينصحوها، وهي كانت عاوزه ده بالفعل يحصل علشان يرجعوا يتكلموا معاها تاني وتحس انها هم مهتمين بيها. لكن المشكله ان ده ما حصلش اصلا. والمعلومه الجانبيه اللي انتم ما تعرفوهاش ان اول تاتو ده هو كان التاتو رسمته على عينها اليمين، وكان مكتوب عليه كلمه هوب او امل. ومن هنا يا جماعه انستازيا عرفت ان ابوها وامها مستحيل يرجعوا يهتموا بيها تاني زي ما كانت طفله معاهم. وبعدين ابتدت انها تتمادى في الغلط اللي هي عملته، واللي هو التاتو، وتحول عندها لهوايه. اول ما وصلت ال 18 سنه كانت بدات تشتغل في رسم التاتو للناس، واللي كل رسوماتها بصراحه كانت حلوه وبنفس الوقت غريبه وغامضه شويه، وده هتلاحظوه من الصور اللي انتوا شايفينها. ومن كتر ما بقت مبدعه بمجالها بقى بيجي لها ناس كتيره جدا، واللي من بعدها قررت انها تعمل حاجه مختلفه علشان تخلي ناس اكتر يعرفوها، وهي انها تفتح اكونت على التيك توك، واللي حرفيا جابت عليه عدد متابعين كبير جدا. لكن الاكونت ده حاليا مش هتقدروا ان انتوا تلاقوه، كل الاكونتات اللي انتوا هتلاقوها اكونتات فانز، لان الاكونت بتاعها الاساسي اتقفل من التيك توك لاسباب هتعرفوها بعدين. المهم بسبب شكلها وشخصيتها الطفوليه كانوا كل متابعينها بيحبوها، وحتى في اللي كانوا بيقلدوها بشكلها وتصرفاتها، واحيانا هي كانت بتديهم كورسات في الرسم. وعلى فكره لو انتم ملاحظين ان جسمها رفيع جدا، فده راجع لسبب معين، وهي ان هو كان عندها مرض في المعده كده بيخليها مش بتتخن. وبعد شهرتها دي بقت بتعمل فلوس كتيره، وده هتلاحظوه من الصور والفيديوهات اللي هي كانت بتنزلها والعربيات الكتيره اللي كانت بتركبها. وبرغم كل اللي عملوه ابوها وامها فيها، الا انها كانت دايما بترجع وبتكلمهم من وقت للتاني وتبعت لهم فلوس كتيره كمان، لان الفلوس هي كانت السبب الوحيد اللي بيخلوهم يكلموها. وبرضه برغم الفلوس الكتيره اللي عملتها، الا ان انستازيا كانت يعتبر بنت وحيده جدا وما كانتش عندها اي اصحاب، والمرات الوحيده اللي قررت انها تعمل فيها اصحاب ما كانتش بتختار اصحاب كويسين. ليه؟
زي انها بيوم من الايام في شاب راح عندها الصالون بتاعها علشان تعمل له تاتو، لكنهم ابتدوا يتكلموا مع بعض كتير واستلطفوا بعض بطريقه حلوه، وبعدها بقوا اصحاب لدرجه انهم في النهايه بقوا بيحبوا بعض هما الاثنين. والشاب ده اللي انا بتكلم عنه كان اسمه ديمتري صاحب ال 24 سنه. واللي اساسا يا جماعه في الفتره دي اللي كان ديمتري بيكلم فيها انستازيا على اساس ان هو بيحبها وكده، كان في بنت تانية بيكلمها وبيحبها قبل انستازيا، لكن البنت دي طلعت قبل كده واتكلمت في برنامج عن شخصيه ديمتري ذات نفسه، وقالت فيه ان ديمتري ده انسان مجنون بطريقه رهيبه، وكان بيعملها بطريقه مش كويسه، وفي بعض الاحيان بتوصل ان هو يضربها لدرجه ان هو في مره كان هيقتلها من كتر ما هو كان بيخنقها من رقبتها. فمعنى كده ان ديمتري ده اصلا شخصيته مش كويسه تماما. واصح نسيت اقول لكم حاجه مهمه، وهي ديمتري قبل كده انسجن اكتر من مره بسبب ان هو كان يعني بيسرق، بيضرب، بيعتدي على الناس وكده، فاتسجن كتير. ده وغير ان هو اصلا هارب من الخدمه العسكريه في روسيا، يعني زي الجيش وكده، هارب منه مش راضي يتطوع فيه. لكن المهم انستازيا في الوقت ده ما كانتش تعرف كل الحاجات دي عن ديمتري. قضوا مع بعض فتره كبيره. ديمتري ما كانش بيشتغل، فانستازيا خليته يشتغل معاها كمدير لشغلها بتاع التاتو، لكن ديمتري كان بياخد منها فلوس كتيره جدا وبيطلب منها فلوس كمان اكتر، لغايه ما مع الوقت هيجبرها انها تعمل حاجات غصب عنها، وهي انه يصورها صور مش كويسه ويبيعها على مواقع وكده علشان يكسب منها فلوس اكتر. فالمهم ديمتري هو اللي اجبرها انها تعمل كده، لكن انستازيا مع الوقت ابتدت تحب الموضوع ده. طيب لحظه يا دراكسلر، ازاي ابتدت تحب موضوع مقرف زي كده برغم ان هو اللي اجبرها؟ الموضوع بكل بساطه يا جماعه تقدروا تعرفوه من البدايه واللي انا اتكلمت عنها، وهي ابوها وامها. ابوها وامها رجعوا يتكلموا معاها ويعملوها كطفلتهم وكده بعد ما ابتدت انها تجيب لهم فلوس. فبسبب ان ديمتري دخل حياه انستازيا فما كانش معاها فلوس كتيره، لكن الشغل اللي هي عملته ده اللي هو بتاع الصور والفيديوهات ابتدى يدخل لها فلوس كتيره، فقدرت انها تبعت فلوس اكتر لاهلها واللي هم ابوها وامها، واللي في المقابل ابتدوا ان هم يعملوها بطريقه حلوه، واللي هي اصلا انستازيا بتعمل كل الحاجات دي في حياتها بس علشان تلاقي الاهتمام من ابوها وامها، وما كانش فارق معاها اي حاجه هي تعملها سواء اذا كانت حاجه حلوه او حاجه وحشه اصلا من الاساس. لكن المشكله يا جماعه ان مش كل حاجه بتفضل مستمره برضه على حالها. ليه؟ لان انستازيا مع الوقت بدات تدخل في حاله اكتئاب، وكانت بتروح وتتعالج عند دكتور نفسي وتاخد ادويه، وكل ده بسبب الاستاذ ديمتري اللي كان بيضربها وياخد كل فلوسها وبيعملها بطريقه مش كويسه، لغايه ما رجعت لشغلها واللي هو الرسم والتاتو، وقدرت انها تخرج من الحاله دي بسبب ان شغلها في الفتره الاخيره ابتدى يتحسن وابتدت تجيلها زباين اكتر، وعملت هي فلوس كتيره لنفسها، لدرجه انها في سنه 2020 اتصلت على امها وقالت ليها ان هي قررت انها تسيب روسيا وعاوزه تسافر لكوريا علشان هي حابه المعيشه هناك، وكمان كانت بتفكر انها تفتح محل للتاتو برضه هناك ومش هترجع روسيا تاني. فمعنى كده ان انستازيا في اللحظه دي متفائله ومبسوطه ومفيش اي حاجه مخلياها متضايقه ولا كده، فافتكروا الموضوع ده كويس. لكن هتحصل حاجه غريبه جدا في 10 اغسطس سنه 2020. بنت من البنات اللي كانوا بيعملوا تاتو عند انستازيا، وكانت البنت دي قريبه جدا منها وبتتكلم مع انستازيا كتير جدا في معظم الاوقات وبيخرجوا مع بعض. فضلت فتره تبعت رسائل ليها كتيره جدا وترن عليها، لكنها ما كانتش بترد برغم انها كانت بتنزل ستوريز كتيره جدا على الانستجرام، وغير كده فيديوهات على التيك توك، والفيديوهات والحاجات دي كلها كانت بتكون مصوراها من جوه البيت، معنى كده انها موجوده في البيت وبتمسك الموبايل، فليه هي مش بترد على صاحبتها؟ ده وغير كمان ان صاحبتها دي في يوم من الايام راحت ليها البيت وابتدت تخبط على الباب، لكن ما كانش في اي حد بيفتح. فازاي كل ده بيحصل وهي اصلا المفروض تكون موجوده في البيت؟ فعلى طول صاحبتها دي قررت انها تبلغ الشرطه، واللي الشرطه بدورها قررت انها تعمل حاجه مهمه جدا، وهي انها تروح تقتحم البيت وتدور عليها فيه بعد ما دورت عليها في اماكن كتيره جدا. فالشرطه قررت انها تكسر باب الشقه بتاعتها، واللي على طول اول ما دخلوا جوه هتحصل حاجه غريبه، وهي انهم ابتدوا يشموا ريحه مقرفه جدا جايه من الشقه. انتشروا الضباط في الشقه وابتدوا ان هم يدوروا في كل مكان لغايه ما في واحد منهم قرر ان هو يدخل الحمام ويدور فيه على انستازيا. لكن الغريب ان هو بمجرد ما هيبص في البانيو هيلاقي ان البانيو موجود في مين؟ انستازيا، وجسمها كان متحلل وواضح عليه انها واخده طعنات كتيره جدا وصلت ل 22 طعنه، ده وغير الكدمات اللي كانت على وشها، وجسمها كله متحلل في البانيو.
الطب الشرعي اول ما دخل الشقه دي وابتدى ان هو يعمل التحاليل في كل مكان وكده، على فكره كان في حاجه مميزه في الشقه، وهي ان السكينه اللي اتقتلت بيها انستازيا كانت برضو موجوده هناك. فلما اتحللت وكده اكتشفوا انها راجعه لمين؟ راجعه لشخص كان بيكون موجود على طول في الشقه، والشخص ده هو ديمتري اللي كان ماسك السكينه. فعلى طول الشرطه اخذت اقل من 24 ساعه علشان تجمعه وتقبض عليه، واللي على طول بعد ما قبضوا عليه ما اخدش وقت كبير جدا، لانهم واجهوه بكل الادله اللي قدروا ان هم يجمعوها من جوه الشقه دي. فعلى طول اعترف وقال ان كل اللي حصل ده هو اللي عمله. لكن الغريب هنا بقى الدافع اللي خلاه يعمل كده ليه؟ لان الشرطه اصلا لما جت سالته انت عملت ليه كده في انستازيا، رد عليهم بطريقه غريبه جدا وقال لهم انستازيا اصلا قبل ما تموت هي اللي قالت لي ان انا اعمل كده وان انا اقتلها. فالموضوع غريب جدا. هل في شخص اصلا عاقل بيفكر ان هو يروح كوريا علشان يشتغل ويبدا حياه جديده هيقول لشخص تاني اقتلني؟ دي حاجه كانت غير عقلانيه. طيب تفتكر ايه يا دراكسلر اللي خلاها اصلا يعمل كل ده؟ هقول لكم على شويه حاجات من خلالها انتوا كمان هتفهموا ليه ديمتري عمل كل ده، وكمان هتعرفوا هل انستازيا فعلا قالت له ان هو يقتلها ولا لا. اول حاجه الشرطه يا جماعه نشرت 3 صور للشقه، واللي هنلاحظ منهم حاجات كتيره جدا، وهي اول حاجه هتلاقوا ان في شنطه كانت موجوده واللي هي شنطه هدوم انستازيا، والشنطه دي لسه مفتوحه وفيها نص الهدوم موجوده ولسه النص التاني كان المفروض يدخل فيها. فمعنى كده انها كانت مجهزه نفسها علشان تسافر، لكنها ما لحقتش تعمل كل ده وفي حد دخل الشقه عليها وقتلها واللي هو ديمتري. والحاجه التانيه الاوضه دي واللي هي المفروض تكون غرفه النوم بتاعتها، ركزوا كده مع السرير هتلاحظوا ان هو مكسور. معنى كده ان انستازيا ما كانتش موافقه ان ده يحصل، فكانت بتجازف وبتدافع عن نفسها ضد ديمتري. فمعنى كده يا جماعه اصلا ان كل الكلام اللي بيقوله ديمتري ده ما هو الا كذب، لان من الصور والحاجات اللي نشرتها الشرطه هنفهم انها مستحيل تكون هي اللي قالت له كده، انما السبب اللي خلاه يعمل كده هو ذات نفسه بالتفصيل هي حاجه من الاثنين. وانا على فكره هقول لكم الحاجتين وانتوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات انهي ممكن تكون الاقرب للحقيقه. اول حاجه الشرطه لما راحت هناك لاحظت ان الستاره بتاعه الاوضه دي مقفوله، معنى كده ان هو قتلها ومش عايز الريحه بتاعتها تخرج بره. ده غير كمان انهم لاحظوا ان هو اصلا اخذ الموبايل والكريدت كارد وكل حاجه هي ممكن تملكها والفلوس اللي كانت معاها. والحاجه الثانيه الاغرب ان فاكرين ستوريهات الانستا اللي قلت لكم بالبنت صاحبتها كانت بتشوفها وكانت بتستغرب ان ليه انستازيا ما كانتش بترد، هو اللي كان بينشرها من فيديوهات قديمه هو مصورها ليها علشان يداري على اللي عمله وياخد اكبر وقت ممكن. فليه يا ترى بيحاول ان هو ياخد اكبر وقت ممكن؟ علشان يا جماعه الصور والفيديوهات المش كويسه دي اللي ديمتري كان بيخلي انستازيا تصورها كان بيبيعها في الوقت ده، يعني كان بيبيعها على المواقع دي وكده وكان بياخد منها الفلوس. فهو تقريبا كان بيجمع مبالغ كتيره علشان يهرب بيها ويسافر. طيب ليه بيجمع كل ده وليه اصلا قتلها؟ هقول لكم ليه. فاكرين انستازيا قالت ايه؟ قالت انها عاوزه تسافر لكوريا وده حلمها ولازم تسافر، لكن ديمتري ده اصلا قلت لكم من البدايه ان هو عليه محاكمه لان هو مخالف الخدمه العسكريه وما راحش اصلا، فممنوع ان هو يسافر. فاكيد لما لاحظ ان انستازيا هتسافر وتسيبه واللي هي كانت تعتبر مصدر الدخل الوحيد بتاعه، فهتلاقيه اتعصب عليها وضربها وقرر ان هو يعمل فيها كده. انما الحاجه الثانيه واللي هي بصراحه يعني منتشره بشكل كبير جدا ما بين الناس، انهم بيقولوا ان انستازيا دي قدرت في فتره قصيره جدا انها تتعرف على شاب تاني، والشاب ده كان احسن من ديمتري بمراحل وكان بيحبها فعلا وما كانش بيعنفها زي ديمتري اللي كان بيضربها وبياخد منها كل فلوسها. فهي حبت الشاب ده وكانت مسافره معاه لكوريا الجنوبيه، وبيقولوا انها في الفتره دي اصلا كانت منفصله عن ديمتري تماما. فبيقولوا ان الاحتماليه الكبيره اللي ممكن تكون حصلت ان ديمتري ده حس بشعور غيره عالي جدا على ان انستازيا سابته وحبت واحد تاني وكانت هتسافر وتسيبه، وقرر ان هو يروح يقتلها. وده ممكن يكون سبب برضه في ان الشنطه بتاعتها كانت بتجهز فيها وديمتري دخل عليها بالصدفه وقتلها. واصح على فكره ده فيديو كان متصور ليه اثناء التعهيب بيوضح فيه للشرطه هو ازاي عمل كده في انستازيا، واللي بصراحه الفيديو ده انا مش هقدر اعرضه لكن تقدروا تلاقوه في اليوتيوب لانه بجد هتشوفوا فيه منظر بشع بطريقه كبيره وعنيف كمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه القصه، واللي اتمنى يا رب تكون عجبتكم، واللي بجد انا بطلب فيها منكم حاجتين واللي هما تقولوا لي مين الغلطان. هل انستازيا انها وافقت اصلا انها تعمل كل ده لديمتري وبعدين ده كانت ردة فعله علشان سابته كده، ولا الغلط اصلا من ابو وام انستازيا الجشعين اللي ما كانوش بيحبوها تماما وبس كانوا بيكلموها وبيتعاملوا معاها كانها بنتهم علشان بس كانت بتجيب لهم فلوس؟ وهل هي كانت مظلومه اصلا ولا لا في القصه دي؟ يعني عموما قولوا لي انهي تفسير هو الصح واللي ادى اني ديمتري يعمل فيها كل ده. وفي النهايه
ما تنساش اليوتيوب بيقولك اتفرج على المقطعين دول لان هو واثق انهم هيعجبوك، وانا كمان واثق انهم هيعجبوك برضه.